أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية من سورة النساء رقم 100 تتحدث عن المهاجرة في سبيل الله عز وجل. طبعا الهجرة مش بأول محرم رأس السنة الهجرية، وإنما الهجرة النبوية هي في 1 ربيع الأول الهجرة. ولكن لأن الأمويين حكموا ونكاية برسول الله وأهل بيته جعلوا الهجرة والاحتفال بالهجرة في أول محرم لإضاعة مأساة ما فعلوه بحق أهل البيت عليه السلام وقتل الحسين وأهل بيت النبوة. على كل الأحوال تعد هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة من أهم الأحداث التاريخية في الإسلام. لكن سبق هذه الهجرة النبوية هجرتان عندما كان المسلمون في مكة وكان النبي صلى الله عليه وآله فيه، ونتيجة المعاناة الكبرى من قبل طغاة قريش ومجرمو قريش أذن صلى الله عليه وآله إلى هجرة الحبشة، حيث تمت هجرتان إلى الحبشة. وبالتالي بعد وفاة أبو طالب وبعد وفاة السيدة خديجة رضوان الله عليهما وانقلاب الواقع وفقدان المحامي والمعين للنبي صلى الله عليه وآله في مكة واتخاذ الطرشيين والطغاة فيها وعتاة القبائل قرارا بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤامرة على أن يغتالوه ضربة رجل واحد من كل قبيلة رجل يقطعونه بأسيافهم، نزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله يأمره بالمغادرة من مكة إلى المدينة. وكانت ليلة المبيت للإمام علي عليه السلام وحصول معجزة إعماء بصر المشركين وأشاح الله بأبصارهم عن رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا عندما أشيع في تلك المرحلة اللي استمرت 13 سنة من الدعوة في داخل مكة، بلغ نبأ وجود نبي خارج في مكة إلى القبائل العربية ومنطقة الحجاز وضواحيها وكل المنطقة العربية، وسمع بذلك من أهل المدينة، قبائل الأوس والخزرج اليمنية الأصل. هذه القبائل كانت تسمع من قبل اليهود في المدينة وفي جوار المدينة أن نبي آخر الزمان يأتي وين؟ في الحجاز، ويأتي إلى السكن وين؟ في المدينة المنورة في يثرب. لما سمعوا به تسارع بعضهم لهذا الخبر وأتوا إلى مكة لمعرفة هذا الأمر، وكان عدد قليل منهم، فبايعوا النبي فيما يعرف بمنطقة العقبة، بيعة العقبة، والبيعة هي وسيلة عربية بالولاء للفرد أو للشخص. في العقبة الثانية السنة التي تليها جاء عدد أكبر، وهنا عندما علم مشركو قريش بالبيعة الثانية في منطقة العقبة من قبل أهل يثرب زاد التضييق والخناق على المسلمين، بحيث أصبح الوضع لا يطاق، وطلب المسلمون من النبي صلى الله عليه وآله أن يأذن لهم بالسفر إلى يثرب طالما أن هناك أقوام في مدينة يثرب قد آمنوا ودخلت في هذا الدين. طبعا النبي انتظر الوحي إلى أن خرج في يوم يقول للمسلمين بين يديه: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج. بدأ المسلمون يتسللون من داخل مكة فرادى مع أزواجهم حسب
كل ما يتيسر لهم ويخرجون سرا لوين؟ إلى يثرب. ثم بعد ذلك كانت هجرة النبي سرا عندما أمره الوحي بالخروج نتيجة التآمر على قتله ومحاولة اغتياله. يعني مسألة التخطيط للاغتيال مش معاصرة. بعصر النبي تعرض لشو؟ مش محاولة واحدة. هذه المحاولة العلنية التي تدخل فيها مين؟ الوحي مباشرة، ولا قضي على النبوة. فهنا خرج النبي واستطاع بإرادة الله عز وجل ورعاية الله عز وجل أن يصل إلى يثرب. وبداخل المدينة المنورة عند وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغير الزمن، وبدأت مرحلة تأسيسية لبزوغ فجر الإسلام المحمدي والديانة السماوية الخاتمة والحق إلى اليوم. وخرج المسلمون من الحصار إلى الحرية، وتحطم بذلك قيد الوثنية والشرك في كل العالم، وأصبحت المدينة تسمى بالمدينة المنورة بنور محمد صلى الله عليه وآله ووجوده فيها، قاعدة للإسلام ومنارة لأنحاء العالم في عصر الظلمات إلى قيام الساعة، بواسطة وجود النبي صلى الله عليه وآله، وببركة اليوم وجود قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ثاني الحرمين بعد مكة. رغم محاولات الوهابية القضاء على مين؟ على هذا المعنى، ولم يستطيعوا، وغيره. ويقول الإمام الخميني على أن الهجرة لا تنقطع، إذ يقول إن هجرة الرسول الأكرم من مكة إلى المدينة لكي يري الناس أسلوب الهجرة من النفس للتقرب إلى الله، يعني تهجر حالك من نوازعك الشخصية لمن تروح إلى الله. وإنما جاء تعاليم الأنبياء لبيان هذه الهجرة التي ننتقل فيها من الظلمات والضلالات وحب الذات والنفس إلى الله، ولا نعبأ بنفوسنا وآمالنا الشيطانية، ونتجه إلى الله تبارك وتعالى الذي يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. يعني أنت هاجرت إلى يثرب، وأنت ما وصلت ليثرب، لكن أنت لك ثواب المهاجرة التي أمر بها الله عز وجل، سواء وصلت إلى مقصد المادي المكان أو لم تصل، لأن معقل الهجرة وين؟ النفس، أن تهجر مكان المعاصي إذا تروح لوين؟ لمكان وجود رسول الله والطاعات بحرية لإظهار الدين وشعائره. وحثت الآية المسلمين وكلفتهم بذلك الأمر من المهاجرة حتى لو أدى إلى الموت. يقول العلامة الطبطبائي إنه هذه الهجرة اللي كانت بعصر النبي صلى الله عليه وآله ليست مختصة فقط بأهل زمانه، بل هجرته إلى تستمر في كل مكان ضيق على المسلمين، مرسوم عليهم ومكتوب عليهم أن يهاجروا إلى مكان يستطيعون فيه. إذ يقول: فإن كل هجرة لمسلم فرارا بدينه من الأمكنة التي لا يكون له فيها حرية لممارسة شعائره الدينية إلى مكان يستطيع أن يمارس شعائرها للديانة الإسلامية بكل حرية مشمول بالإذن. وثمة هجرة أخرى، وهي أن يهجر الإنسان عالم السيئات والمعاصي إلى عالم الطاعة. فالهجرة الأولى مكانية إلى المكة، أو من مكان لا تستطيع تطبيق الدين إلى مكان تستطيع تطبيق فيه الدين. الهجرة الأهم هي هجرة شو؟ أن الإنسان كذات على المستوى المعنوي يهجر ماذا؟ كل المعاصي وكل الذنوب. عن النبي صلى الله عليه وآله: الهجرة هجرتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله تعالى ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة. طالما الله فتح لك باب التوبة ممنوع تضلك على المعصية، يجب تهاجر من المعصية إلى الطاعة بواسطة شو؟ التوبة منه سبحانه وتعالى. هذه الهجرة ماذا؟ المعنوية. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله يعتبرها أفضل الهجرة، إذ يقول في حديث آخر:
أفضل الهجرة أن تهجر ما كره الله، اللي الله ما بيحب، الأمر اللي ما بيحبه الله شو تعمل؟ تتركه. ويقول عن الإمام علي عليه السلام، يقول الرجل هاجرت ولم يهاجر، إنما المهاجرون الذين يهجرون السيئات ولم يأتوا بها. يعني يمكن الواحد يكون قاعد بالمكان اللي هو فيه ويعتبر مهاجر. ليش؟ لأنه هجر ماذا؟ المعاصي. وكذلك يمكن أن يكون العكس، الإنسان هاجر ولكنه بدار الهجرة ليس مهاجرا، لأنه شو بعده عن يعمل بالمعاصي. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقم الصلاة وأد الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن ماذا؟ مهاجر. فإذا مرات بتهاجر فعلا مكانيا، بس بدار الهجرة لست مهاجرا لأنك بعدك على السيئات. وأحيانا تكون في دارك ولم تهاجر إلى مكان آخر مادي، ولكنك تعتبر ماذا؟ مهاجر لأنك هاجرت السيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يثبتنا على الطاعات وأن يرحمنا بواسع رحمته. وصلوا على محمد وآل محمد.